بسم يا حبايبي، ده فطرنا النهارده اهو. شعريه عصفور مع ايه جاجوبه كباب اهي. بسم الله ما شاء الله اهو. متنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا النهارده هعمل لسان العصفور واعمل ايه جاجوبه كباب معاه، لان انا ما عملتش ولا مره في رمضان جاجوبه كباب. طبعا انا كنت متبلاها معاكم قبل رمضان وقايله لكم على التتبيله اهي. انا مطلعها من التلاجة وهي خافه فكت اهي. عايزه تعمليها في شيش طاووق اعمليها، يعني في الخلات بتاع شيش طاووق اعمليها. عايزه تقليها كده كل واحده لوحدها كده اهو اعمليها انت وكيفك. بس انا هوريكي بقى ايه الطريقه اهو. وراح اعمل ايه لسان العصفور، هحمره واعمل له ايه معلقه تسبيكه. هوريلكوا بقى. طبعا انت عايزه تعملها كده اهو زي الشيش، ما هو هي كده كده هتتعمل كده، بس ديت بتتعمل من غير بصل ومن غير فلفل. دي اسمها جوجوبا كباب. اه يعني الشيش بتحط له هنا بصل وفلفل واللي انت عايزه تحطيه عصفور مع بعض اهو. احط الاول ريحه زيت، وبعدين هنحط برضه هنا في البصله شويه زيت، هنا ريحه سمنه شويه بسمنه بلدي اهو. وبرضه في البصله اللي انا هعمل لها التسبيكه اهي بصل على قرن فلفل مشوي. البصله هي انا مخرطاها مع قرن فلفل اخضر ها. طبعا هتحمريها وتضيف عليها الطماطم. طبعا انا حطيت الشعريه والكاميرا كانت مقفوله اهي. دي شعريه لسان العصفور. طبعا البصله احمرت، هدفع عليها بقى ايه الطماطم تتسبك على ما لسان العصفور يحمر. حمره معاكم. بصوا بقى يا حبايبي، لسان العصفور اهو حمرت اهو، احمر اهو بسم الله ما شاء الله. هتحط بقى شويه ملح، هتحط شويه كمون، شويه فلفل اسمر، شويه كزبره، وريحه قرفه صغيره. وطبعا التسبيكه اللي انا عاملاها معاكم ببصل اهي، هتحط عليها معلقتين كده وتقومي حاطه ميه على قد القعد بتاعك. عندك شوربه حطي، انا ما عنديش شوربه انا هحط ميه. وطبعا هغطي عليه. طبعا هو نشف اهو يا حبايبي، انا هبدا عليه بقى. طبعا يا حبايبي الجريل اللي انا هشوي عليه الجاجوبه كباب، اللي انا اعمل عليه الجاجوبه كباب. دي الجبوبه كباب اهي، بعد ما عملتها في الخلاط اهي. انا عامله كل 3 لوحدهم عشان وعامله لهم فرق بالله بقى عشان تحمر ما تبقاش ايه زي المسلوقه. انا الجريل سخن اهو، هنحط بقى ايه اهي. بسم الله ما شاء الله. الحلاوه والجمال بسم الله ما شاء الله. شفتي دي زيت على سمنه بلدي، فانت لازم تملسيها كده اهو. انا عارفه الفرشه بس كده. يا جماعه دي من الفراخ اللي انا عاملاها، اللي انا مربياها من عندي. دي صدور الفراخ اللي انا مربياها من عندي،
ربيتي هتلاقي تاكلي، ما ربيتيش مش هتعمل. هتروحي لان انت مش معاكي، هتروحي تشتري كيلو الصدور بقد كده بتمن فرخ، اعمل عليها كتير. اهم قرب المغرب بقى هوريلكوا بقى ايه طريقه التقديم. انا طبعا عاملاها مع شعريه لسان العصفور. بسم الله ما شاء الله. الجريل طبعا هسيبه يبرد، لما يبرد خالص اقوم غسلاه. طبعا انا هغطي عليها كده اهو عشان تبقى ايه لسه جوسي وطريه. دي حبيبي ده فطرنا النهارده، كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. دي لسان العصفور اللي انا عاملاه معاكم والجاجوبه كمان، كل سنه وانتم طيبين. ما تنسيش بقى تعملي لايك وشير واشتراك في القناه، واحلى تعليق من ايدك.